فكركم كلكم بمقال كان تم كتابته على موقع Veterans Today، وهو موقع قدامى العسكريين نعم. وكان كتبه خليني بس استاذ عبد العزيز لان ده مهم جدا على فكره. الموقع ده Veterans Today كان فيه مقال كتبه كيفن تارك، وده استاذ في الدراسات الاسلاميه والشرق الاوسطيه، وقال فيه ان مصر تدار الان وتحكم من تل ابيب، واشار فيه هذا الكاتب اللي له الحقيقه له صيت كبير جدا وله كلمه مسموعه وتحترم من كافه الوسائل كافه السياسيين. نعم آيات، قبل ان اتركك ويعني ننتقل الى الصحف المصريه، اريد ان اسالك عن طبيعه هذا المجلس، مجلس العسكريين القدامى الامريكيين. هل هو مجلس تابع للحكومه، تابع للدوله، مجلس منتخب، مجلس برلماني؟ لو طيب انا قبل ما اقول لحضرتك على النقطه دي بالتحديد هقول لك ان المقال اللي كيفن باريت كان قال فيه واشار فيه الى اصول وزير الدفاع الانقلاب العسكري او وزير الدفاع المستقيل اليهوديه من ناحيه والدته. هذا المجلس